الدكتور إبراهيم الفقي رئيس مجلس إدارة المجلس الأمريكي للبرمجة اللغوية العصبية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الكندي للبرمجة اللغوية العصبية وشركة كيوبس العالمية، دكتور في علم الميتافيزيقا من جامعة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، مدرب معتمد في البرمجة اللغوية العصبية من المؤسسة الأمريكية للبرمجة اللغوية العصبية، مدرب معتمد للعلاج بالتنويم من المؤسسة الأمريكية للتنويم، مدرب معتمد للعلاج بخط الزمن، مدرب معتمد في الذاكرة من المعهد الأمريكي للذاكرة بنيويورك، حاصل على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري من المؤسسة الأمريكية للفنادق، حاصل على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والمبيعات والتسويق من المؤسسة الأمريكية للفنادق، له عدة مؤلفات ترجمت إلى 3 لغات، الإنجليزية والفرنسية والعربية، وحققت مبيعات لأكثر من 1,000,000 نسخة في أنحاء العالم، درب أكثر من 500,000 شخص في محاضراته حول العالم، وهو يحاضر ويدرب ب3 لغات، الإنجليزية والفرنسية والعربية، بطل مصر السابق في تنس الطاولة، وقد مثل مصر في بطولة العالم في ألمانيا الغربية عام 1969، وحاصل على الحزام الأسود في لعبة الكونغ فو كيوكسل. دكتور إبراهيم الفقي يعيش في مونتريال بكندا مع زوجته آمال وابنتيهما التوأم نانسي ونيرمين، يميزه حبه في العطاء للآخرين وحماسته للتعليم والتدريب وطريقته الجاذبة في نقل المعلومة وظرافته في الاتصال مع الآخرين وطاقته الإيجابية المتدفقة. والآن مع الدكتور إبراهيم الفقي أحد أعمدة التدريب في العالم اليوم. أي حد عنده أي سؤال قبل ما أطلعكم بريك على طول؟ اللي ما فهمش اللي جنبه يترجم له بقى. في شخص كنت بادي مؤتمر في بلد من البلاد، من غير ذكر اسامي البلاد، كنت في القاهرة، وبعدين واحد راجل عنده 70 سنة قال لي تعرف انا طول عمري نفسي اني اعمل دكتوراه. قلت له في ايه؟ قال لي مش مهم بس نفسي اعمل دكتوراه. قلت له انت عندك كام سنة؟ قال لي 70. قلت له عايزة كام سنة؟ قال لي 4. قلت له كمان 4 سنين هيكون عندك كام سنة؟ قال لي 74. لو عملت دكتوراه هيكون عندك كام سنة؟ قال لي 74. ولو ما عملتش دكتوراه هيكون عندك 74. طب ناوي تعمل ايه؟ بص لي كده قال لي ظاهر ان انا هعملها. وانا بلف اخيرا قابلته قال لي مش عارف اشكرك ازاي، انا عملت الدكتوراه 74 سنة. لان الانسان اذا كان فعلا عايش كل لحظة اكنها اهم لحظة في حياته، اكنها اخر لحظة في حياته، هتقضيها مع مين؟ هتروح فين؟ هتعمل ايه؟ اسالكم سؤال، مين فيكم هنا خجول؟ مين فيكم خجول؟ مين شخص خجول؟ وريني اشوف الايدين هنا. شخص خجول خجول، ارفع ايديك لفوق. خجول لفوق. طب انت خجول رافع ايدك ليه؟ تستخبى. الخجول يستخبى صح؟ لما نتكلم الثقة في النفس، كل انسان فينا عنده ثقة بطريقة معينة. ممكن انسان يكون بيثق في نفسه مثلا وهو بيتكلم قدام الناس مع اولاده مع زوجته، طبعا مع الزوجة لا خلي دي على جنب، لكن كل واحد فينا عنده ثقة معينة في حاجة معينة. لكن اللي بيحصل الانسان بيركز على حاجة واحدة ويعممها. اول ما يعممها يقول لك انا ما عنديش ثقة في نفسي. انتوا عارفين من غير الثقة الانسان يبقى عايش في الخوف، يبقى حاسس ان الناس التانيين اهم منه او احسن منه او اقوى منه، يبقى عايش في ظلال الاخرين، وتبص تلاقيه يقول له كل الاحباطات والكلام ده كله حاجه اسمها التقدير الذاتي اللي هي بتيجي قبل الثقه في النفس. لكن بالثقه تبص تلاقي الانسان مش حاجه اسمها خوف، يبص الخوف في عينيه يقول له على فكره انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا تقدر توقفني. ما ياخدش تاثيرات من الاخرين، مش هتاثر عليه لانه عارف بالظبط هو رايح فين. بالثقه ممكن تعدي تحديات، وبالثقه ممكن فعلا توصل انك تحقق المستحيل. من ضمن الناس اللي اثروا في حياتي واحد اسمه روبرت شولر. الراجل ده عمل مكان اسمه كريستال كاتيدرال وموجوده في نيويورك. اللي حصل كان عايز يبني الكاتيدرال وهتكلف 150 مليون دولار. فجاله الشخص المتخصص قال له انت عارف هتكلف كام؟ قال له انت هتقول لي. قال له 150 مليون دولار، معاك منهم كام؟ قال له ولا حاجه. قال له اتس امبوسيبل. راح مطلع له قاموس قال له طلع لي منها كلمة مستحيل impossible. قعد يدور عليها ما لقاهاش.
فيجي يطلعوا الورقه من مكتبه، قال له اصل انا قطعتها من 25 سنه. ما فيش حاجه في الدنيا اسمها مستحيل، انت بتحط الاستحاله على نفسك، لكن لما تقرر وتفكر وتخطط وتحطها في الفعل وتقيم وتعدل وتحطها في الفعل، ما حدش في الدنيا فعلا ممكن يوصلك لمرحله انك عارفين الطيارات ليها حاجه اسمها الغلاف، اسمها الانفلوب. اول ما تطلع طياره جديده لازم الطيار ياخدها لاقصى حاجه فيها وبعدين لاقل حاجه فيها عشان يعرف فين حدودها. الانسان ما عندوش حدود، الانسان ما عندوش حدود اطلاقا. وانا كل ما بشوف الناس سواء هنا او بره او في العياده او بشوف ارقام جميله، كل واحد عمال يدور على باب يخش منه يلاقي النور عشان ينور لنفسه وللاخرين. لما بدانا فكره الامسيات قلنا طبعا محاضراتنا بتبقى غاليه والناس ما بتقدرش تخرج. الامسيات، فاكرين امسيات الشعر الناس تخرج عشان تتمتع؟ فقلنا نعمل امسيات نسميها امسيات النجاح. امسيات النجاح ساعتين، يعني قوة الحب والتسامح، تتكلم على قوة اتخاذ القرار عن طريق العقل الباطن والعقل الواعي واللاواعي. ازاي الانسان ما بيعرفش ياخد قرار مع انه بياخد قرار anyway. ولما نيجي نتكلم دلوقتي في الثقة في النفس، عشان اتكلم في الثقة في النفس يبقى لازم اعرف بتيجي اساسا منين وهتوديني لغاية فين. الانسان اللي واثق في نفسه بيتحرك بطريقة معينة، بيفكر بطريقة معينة، بيتنفذ بطريقة معينة، عارف ان مهما حصل برضه هيكسب، عارف ان عارفين من حوالي 5 سنين صديق ليا خسر 35 مليون دولار. رحت له في وقتها قلت له حاسس بايه؟ قال لي اما سؤال خامس طبعا متضايق. قلت له طب ناوي تعمل ايه؟ قال لي شوف، هو مين اللي عمل الفلوس دي؟ انا اللي عملتها وهعملها تاني. يا دوب كان عندنا جولة حوالي شهر ونص رجعت لقيته عمل اول مليون دولار، لان عارف اللعبة بتتلعب ازاي، واثق في نفسه، عارف بالظبط تعمل ازاي، بيفكر صح، بيخطط صح، وبدأ يتحرك صح. وقال لك مهما وقعت هقف تاني، مهما وقعت هقف تاني. زي ما اليابانيين قال لك لو وقعت 4 مرات وقف 5، لو وقعت 5 وقف 6، لو وقعت 6 وقف 7. لغاية امتى؟ لغاية ما تحقق هدفك. الغرض من كده ان انا لما احقق هدفي طب اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ لازم اعرف انا رايح فين بعد كده. عشان عجبني سيك لما قال لك ازاي، قال لك الانسان اللي بيفكر كويس جدا بيبقى شايف هو رايح فين، ولما يروح هناك يشوف ابعد. لما اتكلم على قوة الثقة في النفس، كلمة ضخمة، كلمة نفسها لما تيجي تبص ليها بالطاقة البشرية، كلمة الثقة فيها قوة رائعة بتجمع ال7 شكرات اللي هم ال7 مراكز من الطاقة. مجرد ما تقول كلمة ثقة في النفس هنتكلم في المفهوم الذاتي، هنتكلم المفهوم الذاتي يعني ايه وبيسبب ايه، هوصلك للصورة الذاتية، والصورة الذاتية هتوصلك لتقدير الذات. هنتكلم على حاجات جميلة جدا اللي هي بتوصل للثقة في النفس بعد كده. انا كنت طول عمري اول مرة اتكلمت قدام حوالي 1000 شخص وقالوا لي اطلع اتكلم قدام 1000 شخص. انا قلت طب وايه يعني؟ ويا دوب طلعت هناك يعني البامبرز باظ اخر بوظان. انا قلت ايه اللي جابني هنا؟ اخرج بسرعة من هنا وبسرعة، ورحت ماشي. وراح الراجل اللي جابني كان مؤمن بيا، كان راجل اسمه منجمري. قال لي رايح فين؟ قلت له اقرب باب هخرج منه. قال لي ارجع وكلم الناس، كلمهم بقوة وقول لهم النهارده هتتعلموا حاجات كتير. يا دوب دخلت وقلت اول كلمة اكن في معزة بتتكلم، طلعت صوت ما اعرفش طلع منين، ما اعرفش انا بقول ايه. الناس دي كلها جايه بتبصوا لي 1000 في 2 عينين ب2000 عينين، وانا عمال ادور على مكان اخرج منه ومش عارف اقول كلمتين على بعض. وبعدين لما خرجت خلص خالص، قلت مش ممكن اعملها تاني، انا حرمت. يا دوب هم 30 40 على قدي في العافيه، ايه اللي وداني هناك؟ وبعدين المره اللي بعدها قال لي اطلع تاني. قلت له لا ما اقدرش. قال لي اسمع الكلمتين اللي انا هقول لك دول، عمرك في حياتك ما تقول ما تقدرش، تقول انا مش عايز اعملها، لانك اتفقنا لو عايز فعلا تعملها هتعملها، بس انت حطيت على نفسك اعتقاد انا عايزك تطلع بكره وتتكلم تاني من اول وجديد. انا قلت الراجل ده باين عليه مجنون، وما شافش حصل ايه اول مره، مش عاوز اطلع تاني اتكلم قدام الناس دي كلها، خليني على قدي. لغايه ما طلعت مره بعدهم بقول لهم تعرفوا احنا هنتكلم في الاعتقاد النهارده. انا اول ما جيت البلد دي كان عندي اعتقاد ان انا اولا ما حدش يعرفني، ما معيش فلوس، صغير في السن، وغير كده في الخطه العالميه عشان يعين حد عربي بيبقى نمرة 30 في التوظيف، وعندنا ورا عندنا حاجات تانية قبل كده. عندك بقى السويسريين والسويديين والألمان والفرنسيين، عندك حدوتة على ما يوصل لنا. وبعدين جوانا عندك بقى اللبناني في كتير على ما يوصل لنا هياخدوني انا ليه. فكان عندي الاعتقادات دي كلها، فما كنتش بتحرك، ما كنتش بعمل حاجة. وبعدين فجأة قلت ثانية واحدة، إذا كان ما معيش فلوس ايه يعني؟ كل أغنياء العالم بدأوا من الصفر. إذا كان السن صغير أحسن، على الأقل أنا فريش. إذا كان أنا عربي طول عمرنا أسياد العالم. والوقت حان إن أنا أتحرك بالطريقة دي. وصلت لقيت أول وظيفة في غسيل الصحون، كنت أحسن واحد يغسل صحون في كندا، وعن طريقها وصلت الإدارة العليا و6 سنين
في 6 سنين كنت بشوف الناس بتتحرك ازاي، المدير اللي عنده بياكل ايه، بيتحرك ازاي، لو عنده مصيبة يفكر ازاي. زي ما انا رحت لواحد قلت له طب لو عندك مشكلة كبيرة تعمل ايه؟ قال لي تعرف في واحد صيني سألوه قول لنا الحكمة كلها في كلمتين. راح مفكر شوية وقال لهم طز. ايه ممكن يحصل؟ اللي ما موتنيش يخليني اقوى، اللي ما موتنيش يخليني اقوى. انا ببص كل ما الف لي لف في العالم كده وارجع تاني الاقي ناس اصدقاء اللي جات له سكته قلبيه واللي جاله تخلف ولا حاجه طلعت من قفاه. فين الصحه؟ مش عارف. زي ما يكون حاجه الواحد عشان يعمل برنامج رياضي عيب، لو اتحرك شويه عيب. طبعا الكلام ده تعال شوف في اليابان بيعملوا ايه. اول حاجه يعملوها يا دوب حد يجي من بره اتنفس مظبوط اتحرك مظبوط. بقول لهم بتعملوا كده ليه؟ قال لك لان عنده مؤثرات خارجيه. المؤثرات الخارجية عايزه يجي هنا يتحرك صح ويديني انتاج 100%، فلازم يتنفس مظبوط يخلي كل مراكز الطاقة في منتهى القوة. تخيل بقى عندنا احنا لو جينا هنا وبعدين المدير العربي يقول للناس اللي عنده سيبوا كل اللي في ايديكم اتنفسوا واتحركوا، هقول لك ده ضرب بقاله كتير لان مش متعودين على كده، لكن دي حاجات في منتهى القوة. انتوا عارفين الوقت حان فعلا ان الانسان يقول انا ممكن استخدم قدراتي لغاية اكثر. هسألكوا سؤال، مين فيكم هنا بيستخدم فعلا قدراته 100%؟ 100%. 100%. ما فيش حد، حتى انا ما حدش. فازاي هل لو خدنا 1% زيادة مش ممكن ينفع؟ ممكن ينفع ولا لا؟ 1% زيادة ممكن يفرق، ممكن يفرق في حياتنا. لو واحد يتعلم حاجة جديدة، ازاي يتعامل مع الناس، ازاي يكون في اتصال مع الاخرين، كل دي ثقة. ازاي ممكن يتعامل مع اولادي، كل دي ثقة. مع زوجتي، مع زوجي، كل الحاجات دي كلها الواحد يبدأ يتعلم. ودي حاجات التنمية البشرية، ان حاجات ما هيش جديدة بس حاجات في منتهى الروعة. الانسان بيتعلم من حد قضى حياته عشان يعمل حاجة بسيطة يقدمها في 2 ساعات او في 3. عارفين بنتكلم الثقة في النفس، من ضمن الحاجات مرة كنت بقدم محاضرة، يعني مفيش داعي لذكر اسامي البلاد، كنت وقتها في يعني مش مفيش داعي ذكرها مثلا، مش كده؟ كنت في مونتريال. وبعدين كان في سيدة قاعدة قدام، وبعدين الظاهر قالوا لها طبعا على فكرة بين كل 50 شخص بيكون في واحد ابن حلال ينزل يموت المحاضر ويروح، اشوف مين بعده يفتح جرايد، مين تاني ممكن يموته النهارده. فدي قعدت قدام وطبعا بتركز على حاجة معينة، ولو عايز تجي لنا محاضر جديد اقعد له قدام وبص له واعمل كده من وقت للتاني. ودي قعدت قدام كل شويه تبص لي وبعدين تعمل كده تبص لي واي حاجه تركز عليها ممكن تجنه. فانا رحت بتحرك كده وبصيت لها، وبعدين بصيت لجنبها وبصيت لها تاني، وبعدين رحت هناك وبصيت لها تاني، وبصيت لها وبصيت لها تاني، خليت كل 500 واحد يبصوا لها، جالها تخلف. وبعدين راح مطالب بريك، قال لي انا كنت عارف انت بتعمل. قلت لها بعد كده ما تلاقيش مع الكبار، بتلعبها على قدك. كل ده مجرد حكايه الثقه في النفس. لما نيجي نتكلم عن الثقه في النفس وانتوا قاعدين كده، طبعا لو سمحتوا خليكم معايا النهارده، هما ساعتين. من ضمن الحاجات الرائعه وسمعتوني بقولها قبل كده ان الانسان لما يضحك يزيد استيعابه 14 مره، مش 14%. ولما يتنفس صح والمخ بيتغذى على الاكسجين يزيد استيعابه 18 مره. دي حاجات نستغلها. لكن الواحد لما يبقى قاعد بعد فتره المخ في منتهى السرعه بياخد اكثر من 60,000 فكره يوميا، واسرع من سرعه الضوء 180,000 مايل في الثانيه. وانت قاعد وانت عمال تسمع حد هتلاقي نفسك سرحت ونزلت في الكرسي تحت شويه وتحت شويه، تبقى موافق ومش فاهم ولا حاجه. عشان كده لو طلبت منكم لو سمحتوا سيبوا كل مشاكلكم بره النهارده، خليكم معايا. زي ما انتوا عارفين لما تخرجوا من هنا هتلاقي كل مشاكلك مستنياك بره، فخليكم معايا شويه النهارده. فاي حاجه هنعملها، اي حد يسافر في الطياره ويقعد شويه ويقلع مثلا، لو قلع الحذاء بتاعه ويحاول يلبسه مش هيعرف يلبسه لان الدم كله نزل في مكان معين. فهطلب منكم تعملوا حاجه بسيطه جدا، بس نتنفس صح ونتحرك صح، وتبقى بدايه للواحد يبدا يفكر ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان عشان يتحرك، عشان عنده اهداف، عشان يكبر. المخ بيعرف حاجه اسمها انجازات. اي حاجه فيها فشل المخ يخليك منجز، في الفشل تبقى ناجح، في الفشل تبقى فاشل عالمي، تبقى فاشل رائع. لو واحد اهبل يبقى اهبل قوي. لو واحد لان عارف ازاي المخ كده، المخ ما يعرفش الفرق بين حاجه حقيقيه وحاجه مش حقيقيه. المخ يخليك تكبر في اللي انت عليه، المخ يخليك تكبر في اللي انت عليه، ودي حاجه من الحاجات لازم نبدا نركز عليها. فلو سمحتوا خليكم اعملوا حاجه بسيطه معايا دلوقتي. انتوا عارفين في 7 مراكز من الطاقه، شكرات في الطاقة البشرية. المراكز دي هي السبب في الإنسان يحس إنه تعبان نفسيا أو تعبان صحيا، موجودة كلهم في الشكرات دي. عشان كده بنعمل أول مرة حاجة في الطاقة البشرية الناس اللي هتشوفوا لن تتخيل اللي هيتعلموه هناك. فلو سمحتوا سيبوا كل حاجة، حطوا دي كلتين مع بعض كده، لعبوا معايا شوية النهارده. هشوف دلوقتي بس حطوا دي كلتين مع بعض، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش خطورة، وزق شوية عليهم.
زق جامد عليهم، زق جامد عليهم. انت كل ما في الامر انت بتاخد طاقه وبتحطهم عند الطاقه القلبيه وبتزق عليهم جامد، زق عليهم جامد 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 جامد. لا عايز يروح التواليت يروح بسرعه جامد جامد. بعدين سيب ايدك وخد نفس من تحت وطلع بقوه. كمان مره، كمان مره. في ناس عماله تبص انا الوحيد اللي بتنفس ولا في ايه؟ بيعمل ايه ده بالظبط؟ بعد حط ايديكم الاثنين مع بعض هتجيب عن الطاقه القلبيه وزقها لقدام. وكمان مره بالتنفس. وسيب ايدك وحاول تنام بقى. مش هتعرف. اوكي. خلينا نتكلم دلوقتي اول حاجه عشان اوصل، خدوا بالكم انا ببدا من هنا عشان اوصل لقدرات الثقه في النفس. اول حاجه بنسميها المفهوم الذاتي. يعني ايه كلمه المفهوم الذاتي؟ اللي هي بالانجليزي بنسميها سيلف باوندريز او سيلف كونسبت. المفهوم الذاتي، المفهوم الذاتي فيها جواها ايه؟ فيها ادراكك، فيها قيمك، فيها اعتقاداتك، فيها معنى الاشياء بالنسبه لك. البيبي اول ما اتولد ما عندوش لغه يقابل بيها العالم. احنا ما بنقابلش العالم مباشرة بجسمنا، بنقابل العالم بلغة لازم نفهمها. فدلوقتي اتعلمت لغة، اول حاجة اتعلمت طبعا ماما وبابا، ولو للاسف الشديد معظمهم بره شبه بعض بالظبط. دلوقتي البيبي بيتلخبط اخر لخبطه، فالبوس لاقي وبعدين الام تقول قول ماما قول ماما، ماما ما سيب بابا دلوقتي قول ماما. عايزين اول حرف اول حرف على يقول ماما، طبعا الاب بيبص له كده من بعيد انا اللي بصرف يلا بابا بابا بابا، كل واحد عايز هو. فالبوس لاقي يتعلم اول كلمتين، اتعلم ماما وتعلم بابا. الطفل يطلع بره البيبي يشوف اي ماما في الدنيا هي ماما، يقول ماما 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 صح، وبعدين بابا بابا لان بدا يكتشف حاجه، وبعدين يبدا يزود ده شعر وده مناخير. طبعا لو الاب عنده شعر هيكتشفه مفيش بيبقى مشكله. وبعد كده يبدا يتعلم شويه شويه، يتعلم اسامي حاجات 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 حاجات، وبعدين جمع لغه. باللغه دي بيروح للعالم ويقابله بيها. دخلت مفهوم جواها معنى، جواها ادراك للاشياء، جواها اعتقاداته كل اعتقاداته، وجواها قيمه الجوهريه. مجرد ما يخرج للعالم بيخرج بلغة عشان يقابل بيها العالم، يكتشف ان الناس التانيين بيتكلموا لغة مختلفة عنه تماما. مش شرط تكون لغة انجليزية ولا فرنسية، لا نفس اللغة ولكن بمفهوم تاني خالص، بقيم مختلفة باعتقادات مختلفة. وتبدأ الاحتكاك في فن الاتصال، لان كل واحد بيدافع عن قيمه، بيدافع عن رأيه، يقول لك انا فعلا انا صح 100%. هقول لكم حاجة، لو واحد مثلا راح يشتري بطيخ، البطيخ هنا اسمه ايه؟ تروح في بلد اسمه حبحب، حاجه زي كده مش كده؟ حبحب. انا سمعت اخيرا في بلد اسمه يح او يح، مظبوط؟ اسمه يح. يعني انا لو رحت راجل قلت له اديني بطيخ هيقول لي ده يح، لا دي بطيخ حسب مفهوم الذات، لا دي يح، لا دي بطيخ. ما تفهمش حاجه، لا انت ما تفهمش حاجه، مع ان كل حاجه مختلفه طبعا عن الثاني. هقول لكم الصرصار اسمه ايه هنا؟ اسمه زاوي، مظبوط؟ مش الصرصار اسمه زاوي صح؟ يعني انا عشان خاطر لما داخل المطار لازم يبقى زاوي عشان يخش هنا ياخد فيزا، مظبوط؟ يعني دلوقتي كل حاجه ليها معنى مختلف تماما. فلو كلمتك بمفهومي وبمعتقداتي وبمعنى الاشياء بالنسبه لي وبقيمي هتكون مختلفه تماما تماما عنك. فبنبدا يحصل احتكاك في فن الاتصال، لان المفهوم الذاتي اللي في كل حاجه عني، فيها علاقتي مع نفسي، فيها كل خبراتي وتجاربي، فيها كل اللغه اللي جوايا، وجواها بيتكون قيم. القيم دي بتتكون قبل 7 سنين 90% منهم اتكون، على سن 18 سنة ده يتكون. وخرجت للعالم وبصيت لقيت في عالم تاني، عالم المدرسة غير عالم بابا وماما. فانا اتبرمجت بمفهوم ذاتي معين. لما خرجت بدأت اشوف الناس بتتكلم بطريقة تانية خالص عني، بيقولوا حاجات تانية. لو انا مهم بالنسبة لي الثقة، بالنسبة لهم مش مهمة. لو انا بالنسبة لي مهم ان انا اتفاهم، بالنسبة لهم بيتعصب او بيتخانق. انا فاكر يعني اول ما لما رحت عشان خاطر يعني لما اتجوزنا لقيت عيلتنا احنا كنا 8، وطبعا عندنا اللي يزعق اكتر هو اللي يكسب. يعني لازم تكون قوي كده وتزعق، وده يشدد شعر ده وده مخربش ده، عندنا حاجات حلوه من دي وبنبقى خاصمين بعض طول السنه. فتبص تلاقي لما تيجي بعد كده لما رحت اتجوزت لقيت الناحيه الثانيه عن عيله زوجتي هاديين كده وحاجه اخر حلاوه. قلت لا دي في حاجه مش مظبوطه في مخهم، لازم نعمل لهم بعثة عندنا في البيت عشان نظبطهم كده شوية، لان في حاجة مش مظبوطة عندهم. فبص تلاقي القيم عالم تاني ببص عليه. تبص تلاقي انت تصرخ يقول لك انت بتزعق ليه؟ يعني لازم ازعق، لازم ازعق، لازم اكسب، لازم اعمل حاجة هنا، لازم اصرخ، لازم اعمل حاجة، لان يصرخ هو اللي يكسب واللي يجري يدافع عن حياته. انتوا مش محتاجين تعملوا الحاجتين دول. طب ليه؟ عندكم في ايه؟
ابص الاقي وداها الله يرحمها داخل ومنتهى الهدوء كده، ازيك يا حبيبتي حبيبتي؟ يقول ايه ده؟ ده جاي من كوكب تاني الظاهر. ده احنا عندنا حاجة تانية، مفهوم ذاتي مختلف تماما عن المفهوم الذاتي الآخر. لما تيجي تحتك بالعالم تلاقي في مفهوم ذاتي، الشخص يقول لك أنا ليا قيم معينة، ليا اعتقادات معينة، ليا مفهوم، ليا حيطة حواليا، ليها معنى بقابل بيها العالم، والمعنى ده هو صح. وتبدأ بقى المشاكل مع الآخرين، لأن أنا اللي بقوله هو صح. هل حد فيكم كان هقولك حاجة، هل حد فيكم مرة حصل إنه كان عارف بالظبط هيقول إيه؟ ورايح مجهز نفسه لاجتماع معين، ولما بروح هناك ينسى كل حاجة؟ ممكن تحصل؟ ممكن تحصل امتحانات منهم، ممكن تحصل. انا فاكر واحنا صغيرين وكنا في المدرسه وجاء مدرس الجغرافيا والتاريخ، كان بدي الاثنين، كان مرة الله يمسيه بالخير، وجاء ودخل فجاه وقال لي عاصمه السودان ايه؟ قلت له الفيوم. استخلص منه. واحد تاني ده على فكره دي قصه حقيقيه، واحد تاني صغير بيقول له تعالى في على البحر الميت. قال له ايه؟ تقول له حاجه تفهموها فيا؟ انا حد ما اعرفش اذا كان عيان. وده من كتر هجموه بقى خايف، لان في مفهومه الذاتي ما حدش يهجم عليا بالطريقه دي، بالراحه. فوصلت لمرحله كنت خايف رديت اي كلام. انتوا عارفين لما نيجي نتكلم على قوه المفهوم الذاتي، المفهوم الذاتي اولا له 3 حاجات اساسيين. اولا انه مكتسب. المفهوم الذاتي هو مكتسب لان جانا من برمجه، جانا من اول الاب والام، وبعدين من المدرسه، وبعدين من الاصدقاء، وبعدين من وسائل الاعلام، الحاجات اللي سمعتوني بقولها قبل كده، وبعدين منك انت شخصيا، ومن المحيط الاجتماعي والمحيط العائلي. ففي برمجه حصلت لك، دي اسمها انه مكتسب. طالما هو مكتسب يبقى ممكن نغيره، لانه مكتسب عباره عن برمجه. وحتى البرمجه اللغويه العصبيه بتعمل تغيير في البرمجه نفسها، وده كل الاسلوب اللي هو في المفهوم الذاتي. اول حاجه انه مكتسب، ثاني حاجه انه منتظم، عايز يفضل في نفس المكان، مش عايز يتحرك في حته ثانيه، عاوز يدافع عن نفسه، منتظم. يدافع عن نفسه ازاي؟ بمجرد ما يتكون لك مفهوم ذاتي، وتكون لك لغه ومعنى وادراك، بتعمل حاجه اسمها منطقه الراحه، منطقه الامان. كل حاجه لازم تكون هناك، ولو خرجت عنها، لو في اي تغيير في حياتك هتبدا تقاومه، لانه مختلف عن منطقه الراحه. لو حتى مثلا عزل من بيت لبيت، مع انه هو اللي عاوز يعزل، بيحس بعدم الضمان والامان في الفتره الاولانيه، مظبوط؟ ممكن يروح شغلانه جديده مع ان يمكن احسن له، لكن اول ما يروح هناك يحس بعدم الضمان وامان، لان خرج عن منطقه الراحه. لما تقول للناس خد قرارات، خرجته عن منطقه الراحه. لو عايز انسان تتغير، تقول له لازم تتغير. اتغير مين اللي يقول كده؟ انا ولا انت؟ انت خرجتني عن منطقه الامان بتاعتي، عشان اخرج منها لازم اخرج باسلوبي، بطريقتي، مش باسلوبك ومش بطريقتك. فما حدش يقدر يغير حد. ومعظم مشاكل العالم ان الواحد عايز التاني يعمل زي ما انا عايز، مش زي ما هو عايز. فانا ممكن اقول لحد اسمع، دي كويسه بالنسبه لك، لازم تعمل كده عشان خاطر لو عملتها هتكون احسن. يقول لك لمين؟ بالنسبه لمين؟ يمكن مش احسن بالنسبه لي انا. انتوا عارفين من ضمن الحاجات الاساسيه لو بمرن اي حد، خصوصا الناس اللي تتقدم او يطلع في التلفزيون، قال له اي حد يسالك سؤال عمرك ما ترده بسرعه، لانه حكم مبني على ايه؟ على رايك انت الشخصي اللي احتمال حد تاني يتحداك فيه. عشان كده لازم تجمع معلومات، توسع الافاق، وتدي معنى جديد، وتخلي الناس هي تقرر يفكروا ازاي ويتحركوا ازاي. لما تعمل كده هتلاقي ناس فعلا تتعلم منك. لكن لو قلت حاجه انا ما اتعلمتش منك حاجه، انا بس خدت منك حاجه زي حبايه ورجعت، ممكن اتغير بمجرد ما اخرج. عشان كده للاسف الشديد معظم الناس تقول له اعمل كده عشان مصلحتك، يا دوب يخرج يعمل حاجه ثانيه تقول له لا ارجع تاني، بس مبنيه على اساس ايه؟ على اساس مفهومك الذاتي مش مفهومه هو الذاتي. ودي مشاكل اساسيه بين حتى الاباء والابناء. ان مثلا اكون انا عايز ابني يعمل حاجه معينه، عايز بنتي تعمل حاجه معينه، وتلاقي بنتي اخيرا بتقول لي كنا متجهزه عشان تخش كليه الطب، وبعدين بتكلمني تقول لي انا مش حابه الطب، هخش افشل هناك. ده اللي انت بتقوله للعالم كله. طب انا عايز تبقي دكتوره ليه؟ عشان انا عايز كده، عشان عايز تبقي دكتوره، عشان احس ان انا فخور بيكي. ايوه بس انا مش هبقى فخوره بنفسي، هخش افشل وكل النتيجه مش هنجح، فشوف لي حاجه ثانيه اعرف اعملها. طب عايز تعمل ايه؟ افتح مطعم ايه ده؟ ايه اللي وصلك هناك؟ طب مش لازم تدرسيها؟ بلاش، طب خشي فنادق وخشي بتاع. فاخيرا بدأت تخش الحاجه. طالما الانسان بيحب يعمل حاجه معينه هينبخ فيها. لو عمل حاجه غصب عنه بره مفهومه الذاتي، بره قيمه، بره اعتقاداته، بره اهدافه، بره احلامه. لان كل واحد فينا المفهوم الذاتي بتاعته في منتهى القوه، فيها كل برمجتك. فعشان اتغير لازم اتغير على اساس مفهومي انا، مش عشان حد قال لي حاجه من بره. اقول لكم حاجه، لو مثلا ام تروح تقول لابنها ولا بنتها لازم تنظفي الغرفه بتاعتك، وبعدين ترجع تلاقيها ما نظفتش برضه الغرفه بتاعتها، تقول لها لازم تنظفي الغرفه بتاعتك. دلوقتي مين بيتحكم في مين؟ مين تعبان؟
هتلاقي الام هي اللي تعبانه، لان مش عارفه تخلي الطفله تعملها وتكون في حاجه اسمها المشاركه على مفهومها اللي اتعلمته، فتطلع شويه شويه تبقى تخش من ضمن انجازاتها. لكن اللي حصل هو لازم تعمليها كده، فالتانيه مش فاهمه ليه مش ماشيه معايا انا. ألذ حاجه اول ما ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بتوأم الاثنين، وانتوا عارفين بره ما عندناش وقت، فجبنا الاثنين يعني في واحده على طول مره واحده، ما عندناش وقت. فوصلوني عشان عندنا توأم، ودوني لحد متخصص في دكتور عشان خاطر احنا عندنا توأم لان مش هنعرف نربيهم. فعشان خاطر هو رحت عنده في المكتب، لقيت مكتبه مقلوب ورجليه فوق وحاجه حاطط الديل بتاعه كده من ورا واخر اللخبطه واحنا بنتكلم في النظام. قلت له يعني انا من نوع المنظم؟ قال لي لا، التنظيم ساعتها انت ممكن تعقد اولادك، يعني لان مش شرط تكون انت منظم، كلهم هم كانوا منظمين، يعني شوف انا عامل ازاي وبتاع. بعد ما كلمني بعدها ب 10 دقائق قلت له ممكن اقول لسيادتك سؤال؟ ايه اخر مره كشفت فيها على عقل حضرتك من امتى؟ يا ترى لقوا جوه جسمك كاوتش ولا ايه؟ ايه اللي لقوه بالظبط؟ انت جاي النهارده وانت مقلوب القلبه دي كلها، عمال تعلمني ازاي؟ وبسبب اللي انا قلت له كده خدوا ولادي يوم عشان انا ما اعرفش اربيه. انا لسه ما قلتش في احمر حتى ما تديني فرصه. طبعا لازم حاجه قبل ما اجي هنا على طول كنا بنزور القاهره وكنا في لوكاندا من اللوكاندات، وبعد كان في حريقه في الدور العاشر. فانا شميت ان في حاجه، وبعدين لقيت يعني زوجتي كانت نايمه، فانا خرجت، فانا قلت لها في حاجه؟ لا ده توسك بيتعمل توسك. فانا فرحت انها مبسوطه بحكايه التوسك، قلت اهرب انا. لما رجعت وبعدين لقيت ناس من فوق اقول لهم في حريقه في الدور العاشر. الراجل قال لك يا راجل فعلا حريقه، في حريقه فعلا كان. وبعدين على ما نزلنا واحد تحت مفهومه الذاتي عامل ازاي، واحد كبار هناك قال لهم فين الدكتور؟ قالوا له هو فوق، كلمناه قال له مش عاوز ينزل فسبناه. مفهوم ذاتي كده محترم. فتبص تلاقي الواحد بيفكر ده بيفكر ازاي، ده ممكن تتخانق معاه، انت مجنون، انا ممكن اموت فوق. قال لك لا بس انت مش انت اللي عايز كده، مش ده اللي انت بتدرسه لنا، بس مش دلوقتي لازم تجريني. لما نيجي نتكلم مفهوم الذاتي المكتسب انه منتظم وانه ديناميكي. يعني ايه ديناميكي؟ باستمرار بيدور على انه يتحسن، لكن بشرط بمفهومه هو الشخصي مش مفهوم حد تاني. انا عاوز اتقدم، انا عاوز اكبر، عاوز اتحسن، لان الانسان بيكبر بانجازاته. 36 فندق موجودين في مونتريال، قال لك الانسان محتاج لايه؟ بعد احتياجاته الاساسيه قال لك نمره 1 بعد كده الانجازات، الفلوس بقت نمره 7. اديني انجازات احس ان انا بتقدم معاك، احس ان انا بكبر معاك، احس ان انا رايح مكان معاك. في الحالات دي في انجازات ممكن تكبرني، غير كده مش هتنفعني، لازم انجز. فلما اجي اتكلم ان ديناميكي باستمرار عم يتحرك بس بشرط لازم تكون في مفهومك الذاتي الداخلي. لو ماشي على مفهوم حد تاني مش هتنفع، لازم مفهومك انت الشخصي، غير كده مش هتنفع. طبعا الناس تقول لك التغيير صعب بالنسبه لنا، ده التغيير من اهم 4 حاجات في حياه الانسان. الانسان عايز يعيش، يحب ويتحب، يتقدر من نفسه ومن الاخرين، وتغيير. لكن لما بيجي التغيير بيجي مختلف عن المفهوم الذاتي، عشان مختلف الشخص بيقاومه. فأي حد يقاوم التغيير بسبب انه مش ماشي مع ادراكه، مع اعتقاداته، مع قيمه، مع مفهومه، هيخرجه من منطقة الراحة بتاعته والامان، هيعمل حاجة مش متعود يعملها وبيعملها باسلوبك انت كمان، فعشان كده يقاومه من اول لحظة. فممكن جدا بسبب الديناميكي ان ممكن جدا تبص تلاقي، انا اعرف واحد في مونتريال يقول لك ازاي انا ما الكمبيوتر والحاجات دي لا اؤمن بيها اطلاقا، لا بلاش كلام فارغ، بايديك كده تعرف تظبط الكلام. فقلت له اسمع انت بتعمل كام دلوقتي؟ قال لي بنعمل 5 مليون في السنه. قلت له بتحب تعمل 10؟ قال لي طب لما هتعمل 10 مش هيكون عندك مبيعات اكتر؟ هيكون عندك مدفوعات اكتر؟ قال طبعا. عندك مخازن اكتر؟ عندك ناس اكتر تشتغل؟ هل احتمال تخسر كل اللي عندك؟ قال لي احتمال. وبدا يخاف، انا فعلا ما اكبر. قلت له معنى كده انت عايز نظام؟ قال لي قلت له خلاص بكره ان شاء الله هنجيب لك نظام نعلمك عليه وبعدين نشوف يحصل ايه.